السلام شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع لاباس. اليوم جبت لكم فيديو متنوع فيه العشاء تاع يوم عاشوراء، فيه وصفة للتسمين مضمونة شيرات، مضمونة 100%. انا محتمدتها مضمونة 100%، ماكوش راح يكذبوا كي تسيوها. وجبت لكم مقتطفات من حفل 5 تاع بنت حماي. وقبل ما نبداو في الفيديو ما ننساوش نصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. هنا بديت في العشاء الشيرات، كنا عيانين مع الوليمه تاع الختانه وكي كملوا الضيافه وكاع حسبنا واحد العيا وكاع هنا. كي قال لي نشري دجاجه محسب وطيب بها، قلت لهم لا، قلت له لا جيبها لي واجده ورافقتها بالرز، باسكو كنا عيانين. رغم كما نقولوا كانت بنت حمايه هنايا عاونتني، عفوا بنت خويا قعدت عندي كي تكملوا كاع الضياف، شديت بنت خويا عندي بتعاوني شويه ودرنا حشانه حشا خفيف كما نقولوا على قد الحل. هنا بعد ما طاب كما نقولوا لاصوص درتها غير بالعظومه، كان عندي قحقوح والعناق وكاع كنا درتها غير بالعظومه. وكي طابوا ذاك العظومه تاع الدجاج درت عليها الرز كنت غليته من قبل. ومن بعد كي بدات كما نقولوا تطبخ تعقد شويه نطفي عليها، ما نخليش حتى يقاد كاع، خلي شويه لاصوص فيها. ومع التالي كي جات تحت ثاني درت لها شويه حروس وراس الحانوت وشويه قرفه، نبغي بنات القرفه فيه، ونبغي ندير لي زيبيس مع التالي تبقى بنتهم كما نقولوا تبقى بنتهم وريحتهم. وهنا نطفي ثم غير نخلط ونطفي تبقى شويه لاصوص. راكم عارفين الرز كي تطفي عليه وما تحطش سمسم وراح يشرب كاع ديك المرقه ويبقى كما نقولوا كتله واحده حجره هكايا، ما تقدرش اللي ما يبقاش فركت كما نقولوا، ما يبقاش مزربع، لازم تخلي فيه لاصوص يبقى لك مزربع. وهنايا رحت قطعت شويه فكوس ثاني مع الرز وداك الدجاج، قطعت شويه فكوس. وها وين الرز كيتفرك كما نقولوا كينشف، ها وين كما قلت لكم قطعت شي فكوس مع داك الدجاجه وديك الرز. وهنا وليت نغصب الشيرات كما قلت لكم، كانت عندي حفله تاع بنت حمايه ولينا نغصبوا باه نروحوا للحفله. تعشينا كما نقولوا خف خف ورحنا. ها وين الدجاجه الشيرات. وكما قلت لكم عندنا الوصفه تاع التسمين الشيرات مضمونه 100%. انا احتملتها حتى وصلت الميزان اللي كنت نحوس عليه. وهنايا وين الشيرات الحشا تاعي، كانت عندي كما قلت لكم شي دجاجه برك، كانت عندي بنت خويا قسمت الطبسي درتو ليا انا وبنت خويا، وطبسي درتو لوليدي وراجلي، ودرت شويه فكوس معاه. كما قلت لكم كنا عيانين كاع، درت حاجه خفيفه وخلاص. المهم خفيفه وعلى قد كما نقولوا الحال على قد الجيب. ونروحوا درك للوصفه اللي قلت لكم انا محتمدتها. هذه الوصفه والله غير شيات محتمدتها انا. هذه المراه تلاقت بمراه كبيره ربي يحفظها ويطول في عمرها ان شاء الله، ما نعرفها ما تعرفني بصح قالت لي عليها، وهي قالت لي على لانيمي، قالت لي بلي مليحه لانيمي وثاني مليحه اللي تسمن كما نقولوا لزياده الوزن. هاي وينه هي المكون الاساسي فيها الشيرات هو حبوب الطلع ولا حبوب اللقح. انا راح نوريكم شوفوا كيف داير، يجي يشبه شويه للحلبه لكن هو يجي صفر على الحلبه، يشبه الحلبه بصح هو يجي صفر على الحلبه وما يجيش قاصح. الحبه تاعو يجي طريه، تما لو كان ديرها في صبعك بين صباحتك تتفتت يجي شويه. مام لو كان تخليه يقعد عندك بزاف يبدا يتندى، باسكو الحبه ماشي كيما قاصحه كيما تاع الحلبه، تجي شويه طريه غير تمسيها تتفركت، ولا قعدت عندك بزاف راح تتندى. على ذيك ديرها في كي تشريها ديرها في باطه تاع بلاستيك ولا تاع زجاج، ما تخليهاش غير في الساشي برك. هنا كما قلت لكم ديروا نص مغرف مع قوط ياغورت، نص مغرف تاع ماكله تاع عفوا تاع قهوه مع الياغورت وخلطيها. وكوليها الصباح على الخوا قبل ما تشربي القهوه، كولي على الخوا نص مغرف الصباح على الخوا. واذا كي باغيه كما نقولوا تسرعي في السمونيه تاعك، كولي نص مغرف الصباح ونص مغرف العشيه. نص مغرف الصباح على الخوا ونص مغرف العشيه قبل القهوه تاع العشيه، نص مغرف قبل القهوه ثاني تاع العشيه. هذا اذا بغيتي كما نقولوا الشهيه تنفتح لك اكثر من اللازم كما نقول. اما اذا كانت عندك كي باغي غير شويه الشهيه تنفتح لك، باسكو هي تفتح الشهيه، وهي كي تفتح الشهيه تولي تاكلك راح تسمني. هي تفتح الشهيه بزاف، وكي كما نقولوا كي تفتح الشهيه تولي تاكلي مليح راك راح تسمني. كما قلت لكم كلوا نص مغرف الصباح ونص مغرف العشيه. واذا بغيتي كما نقولوا غير في الشهيه غير شويه، كولي غير نص مغرف الصباح على الخوا. واللي ما تبغيش تاكلها بالياغورت عادي تشربيها كما نقولوا كاس حليب، ديري شويه كما نقولوا من هذيك حبوب طلعوا لي حبوب اللقاح في فمك، وديري كاس حليب موراها شربيها بكاس حليب ولا كاس ماء ومقدور.
ومضمونه ديك الشيرات، هذيك الوصفه مضمونه 100%، والله ما كان حنكذبوا فيها عزيزه. انا شربتها ومن بعد كي وصلت للميزان اللي كنت حاسبته، حتى روحي نوزن 80 عاود حبستها. كي وصلت روحي انا رحت نوزن صبت روحي 80 حبستها ديريكت الشيرات. وهنايا رحنا بعد العشاء، ومن بعد كي صورت لكم هذاك كيما نقولوا الوصفه، ورحت للعشاء تاع عفوا انا رحت للحفله تاع الساكنه تاع بنت حماتي، ربي ينجحها ان شاء الله في المستقبل، تبقى كما نقولوا النجاح من نجاح ان شاء الله. هي وين هنايا الشيرات درنا دارت صرت غير حاجه خفيفه، درت هذاك كما نقولوا انطاخت، دارت زوج باتكفي، دار جوج صغار، ودارت كما المايس، ودارت كاطو للقهوه، ودارت حلوى مع هكا صوالح فلاش مامو، لا فيطاجي، دارت فيطاجي للذراري. هاي وين بنت حماية راه يتقسم، ربي يطول في عمرها ان شاء الله، عزيزة على قلبي بزاف، ومع السلامة.